الثانية للشيخ شمس الدين الجزائري، وهو فقيه وكاتب ومفكر ناشط في الميدان الاجتماعي، صاحب مؤلفات عديدة منها كتاب تأنيس العوانس وكتاب قاموس البدع العشوية، وصاحب برنامج على قناة فضائية قناة النهار، وهو برنامج مشهور اسمه انصحوني. والمداخلة تحت عنوان مجمل انتقادات السلفية الحشوية على السادة الصوفية والرد عليها، فليتقدم مشكورا. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا أمدتمونا بشيء من الضوء سنبدع إن شاء الله، لأن الضوء ينقص في المنصة، فإذا أمدتمونا بشيء من الضوء سنستطيع أن نقرأ ما كتبنا. لا يخفى على أحد أن أهل السنة والجماعة يتعرضون إلى هجمة شرسة على مستوى الفقه. أنشأوا لنا ما يسمى باللامذهبية بهدف تدمير الفقه الإسلامي، لأن المالكية أو الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة جمعوا الأمة على أضيق دوائر الخلاف، فإذا دمرنا الانتماء إلى المذاهب صار لكل مسلم مذهبه، وإذا صار لكل مسلم مذهبه كان عدد المذاهب بعدد المسلمين. على مستوى الفقه الحرب يتكفل بها اللامذهبية. على مستوى العقيدة عقائد أهل السنة من أشاعرة وماتريدية أنشأوا لنا ما يسمى بالسلفية، وأرادوا أن يقنعوا الناس أن هذا المذهب الذي يسمى بالمذهب السلفي الآن هو مذهب السلف الصالح، ونحن نفرق بين السلف الصالح وبين السلفية الحشوية. ولذلك أنا لا أسميهم سلفية وإنما أسميهم حشوية. لماذا؟ لأن السلف الصالح أطلقوا عليهم الحشوية، سماهم سيدنا الحسن البصري الحشوية. لماذا؟ لأنهم يعيشون على حشى الحياة، على حشى الحلقات، على حشى الأمة تخوض معارك تنمية وهم يخوضون معارك أخرى في تكفير الناس وتبديعهم وتضليلهم. الحرب على عقائد الأشاعرة، الحرب على فقه أهل السنة، ثم الحرب على تصوف أهل السنة. وبما أن الملتقى اليوم يتحدث عن التصوف سأقتصر على محطات ونقاط يكتشف الناس ما هي معالم هذه الحرب، وأنا لن أرد على هؤلاء السلفية الحشوية من كتب أهل السنة، لا، سأرد عليهم إن شاء الله من كتبهم. أولا، التهمة الأولى التي يتهم بها التصوف أنهم اتهموا الصوفية بوحدة الوجود ثم زعموا أن الله في السماء. الصوفية متهمون عند السلفية باعتقاد وحدة الوجود، ووحدة الوجود لها معان عديدة. لها معنى صحيح وهو أن كل هذا الوجود صادر عن الواحد، السماء صادرة عن الواحد، الأرض صادرة عن الواحد، كل الخلق صادر عن الواحد، وهذا معنى صحيح. ولكن لها معنى باطل وهو امتزاج الله بخلقه، كما اعتقد النصارى في التثليث، كما اعتقد النصارى أن عيسى هو ابن الله. السلفية يتهمون الصوفية وابن عربي بأنهم يعتقدون وحدة الوجود، ولكنهم في عقائدهم اعتقدوا أن الله يحل في السماء. الله عند السلفية موجود في السماء، والسماء خلق من خلقه، فكيف يحل الخالق في المخلوق؟ من الذي يعتقد إذن وحدة الوجود؟ من الذي يعتقد أن الله يحل في خلقه؟ الذي يعتقد أن الله في السماء أم الذي ينزه الله عن المكان ويقول ما كان لخالق المكان أن يحده مكان؟ من الذي يعتقد حلول الله في خلقه؟ الذي يقول إن الله كان ولا مكان وهو على ما عليه كان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون.
أما الذي يعتقد أن الله في السماء، يقول ابن عربي في ديوانه، واسمعوا هذه الأبيات الجميلة: ثم احكم بعقلك، هل هذا الرجل يقول بوحدة الوجود أم أنه بريء من ذلك؟ يقول في ديوانه: ودع مقالة قوم قال قائلهم بأنه بالإله الواحد اتحدا، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا، وعن عقيدته وعن شريعته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. هذا كلام ابن عربي: الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا، وعن شريعته وعن عقيدته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. رجل يقول هذا، بينما العقائد السلفية تعلم الناس أن الله تبارك وتعالى موجود حقيقة في السماء، كوجود النجوم، كوجود القمر، ثم ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير. عندهم نزول حقيقيا من مكان أعلى إلى مكان أسفل. بينما سئل إمامنا مالك رضي الله عنه وأرضاه، واذهب إلى التمهيد لابن عبد البر حيث روى الرواية بالسند الصحيح، سئل مالك عن معنى النزول فقال: ينزل أمره، ينزل أمره. إمام السلفية الذي هو الإمام مالك يقول ينزل أمره، ولكن الحشوية الذين يزعمون التمثل يقولون ينزل حقيقة كنزولك أنت من شجرة أو من الطابق العلوي أو من المنبر. إذن اتهموا الصوفية بعقيدة وحدة الوجود، ثم اعتقدوا أن الله موجود في خلقه وهي السماء. التهمة رقم 2: اتهموا الصوفية بالقول بنجاة فرعون. قرأنا كثيرا في كتب المتمسلفة الحشوية أنهم ينسبون إلى الصوفية أنهم يقولون بنجاة فرعون، يريدون أن يشنعوا وأن ينشروا بين العوام بغض الصوفية. ولكنهم ماذا فعلوا؟ اسمعوا يا جماعة، وأنا جئت بالمراجع وأتمنى من كرمكم. ألفوا كتبا في فناء النار، في فناء النار، وأن النار تفنى، وأن زعموا أن النار تفنى، وأن كل من فيها يدخل إلى الجنة، فيلتقي موسى مع فرعون. هالكتاب موجود، وها كلام الألباني يقول: وليس هذا فقط، بل وأن أهلها يدخلون بعد ذلك، وأن أهلها يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. اتهموا الصوفية بأنهم يقولون بنجاة فرعون، ثم زعموا أن كل من في النار ينجو ويدخل إلى الجنة ولا تبقى هناك نار. فيلتقي فرعون مع رسول الله، ويلتقي أبو جهل مع رسول الله، ويلتقي موسى مع من كفر بالله. يعني هذا كلامهم. ومن أراد أن يتأكد، هذا كتاب طبعه السلفية في المكتب الإسلامي اسمه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. فهذا يرد على من اعتقد من التيار الحشوي أن النار تفنى وأن أهلها يدخلون إلى الجنة. أما التهمة الأخرى، اتهموا الصوفية بالغلو في رسول الله، وليس هناك غلو في رسول الله. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، أي أنك لا تعتقد فيه الألوهية ثم امدح فيه ما شئت. وهل يستطيع إنسان أن يغلو في رسول الله بعد أن قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ هل يستطيع إنسان أن يكون غاليا؟ لنقرأ يا جماعة، أنا أريد أن أدلل على ما أقول، اسمعوا جيدا. حكموا على الإمام البصيري بالكفر، لأنه قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. مع أن هذا البيت له أصل في السنة، وهو أن الناس ثبت في صحيح مسلم وفي غيره وفي كتب السنة أن الناس يوم القيامة يلوذون بآدم فيقول نفسي ويعتذر، ثم يلوذون بجميع الأنبياء، فإذا جاءوا إلى رسول الله ولاذوا به قال: أنا لها أنا لها أنا لها، وسجد تحت العرش وفتح باب الشفاعة. حكموا عليه بالكفر. لماذا؟ اسمعوا جيدا. لأنه قال:
فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك من تبعيضية، أي أن من بعض علم رسول الله ما اطلعه الله عليه ليلة الإسراء والمعراج. حكموا على البصيري بالكفر لأنه قال أن النبي له علوم اطلعه الله عليها. أين المفاجأة يا جماعة؟ اسمعوا إلى المفاجأة. أمسك. ما رأيكم في أناس يكفرون الإمام البصيري لأنه قال لرسول الله ومن علومك علم اللوح والقلم، حكموا عليه بالكفر. وبعد ذلك اسمعوا بماذا مدحوا ابن تيمية. كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي وهذا تلميذه، طبعه الفقي. الفقي هو مؤسس جماعة أنصار السنة في مصر. كيف يمدح ابن تيمية؟ اسمعوا، إنه يقول لابن تيمية أن ابن تيمية هو أعلم الخلق منذ أن خلق الله الخلق إلى يومنا هذا. هكذا يقول، وأنا أقرأ عليكم البيت واسمعوه جيدا. يقول له يا من حوى، هذا يخاطب ابن تيمية، يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآن. هذا كتاب موجود، لست أنا الذي طبعته، طبعه السلفية في مصر ونشروه في العالم الإسلامي. يخاطب ابن تيمية فيقول له يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآن. منذ أن خلق الله الخلق إلى يومنا هذا لم يوجد عالم أعلم من ابن تيمية. أنا أسأل كل رأس في هذه حكم هذا الكلام. تكفرون الإمام البصيري لأنه قال لرسول الله ومن علومك من تبعيضية، ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم تزعمون أن ابن تيمية هو أعلم الخلق منذ أن خلق الله الخلق إلى الآن. ثم اسمعوا جيدا ماذا يقول له بعد ذلك. إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم ظهر عليك لأهل الفضل قد خان. إني لأقسم والإسلام معتقدي وإنني من ذوي الإيمان إيمانا لم ألقى قبلك إنسانا أصر به. هذا لم يلقى قبل ابن تيمية إنسان يصر به، لا رسول الله ولا أبا بكر الصديق ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا آدم ولا إبراهيم. يقول له لم ألقى قبلك إنسانا أصر به فلا برحت لعين المجد إنسانا. هذا كتاب موجود وهو منشور موجود في المكتبات، وأنا أتعجب كيف لا تعمد الجهات الرسمية إلى منع مثل هذه الكتب التي تضلل الشباب وتعلمهم التكفير وتعلمهم التبديع وتعلمهم التضليل. مسألة أخرى، اتهموا الصوفية بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعوا في بدعة الجفاء ثم سقطوا في بدعة الغلو في ابن تيمية. اسمعوا جيدا يا جماعة، مدارج السالكين، ها هو كتاب مدارج السالكين. نكمل ولا نتوقف؟ إذا الهدوء. أجلس، الله يجازيك، أجلس، شكرا. الذين أنكروا على الإمام البصيري أن يقول لرسول الله ومن علومك علم اللوح والقلم. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم، ماذا يقول في مدارج السالكين. الكتاب موجود، لست أنا الذي ألفته ولست أنا الذي أنشره بين المسلمين. يقول عن ابن تيمية ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية، أعطيني الضوء شوية، رحمه الله، أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. شكرا، نور الله ضريحك. وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. يقول ماذا أخبرهم ابن تيمية قبل وقوعه، يعني ابن تيمية يعلم الغيب. ماذا قال لهم ابن تيمية؟ أخبر، اسمع جيدا، أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة 99 و600، يعني حدد لهم السنة التي يدخل فيها التتار إلى الشام، وأن جيوش المسلمين تكسر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام،
وأن كلب الجيش وحدته في الأموال. وهذا يقول وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 2700 هو يخبرهم بالمعارك قبل وقوعها لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا رجل يزعم أن الشيخ نتاعو يعلم الغيب ويعلم أن التتار سيدخلون إلى البلاد الإسلامية وأنهم سينتصرون وأنهم سينكسرون في بعض المعارك، ويقولون له قل إن شاء الله، فيقول أنا أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك. قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا. ماذا قال؟ اسمعوا جيدا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. رجل هل يجوز لمسلم أن يدعي الغيب ثم يزعم أن الله كتبه في اللوح المحفوظ؟ هل هذا معصوم؟ هل أوحى الله إليه أوحي بعد رسول الله؟ يقول كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم. ماذا نسمي هذا؟ ينكرون على رسول الله أن يطلعه الله على بعض غيبه، ولكنهم لا ينكرون على مشايخهم ادعاء علم الغيب. ثم أزيدكم مسألة أخرى. الذين يزعمون أن الصوفية يقولون بسقوط التكاليف. الصوفية متهمون عند الحشوية بأنهم يقولون بسقوط التكاليف، يعني لا يصلون لا يصومون لا يزكون لا يحجون، مع أن المتصوفة هم أشد الناس تمسكا بالسنة، لكن هؤلاء يتهمونهم بسقوط التكاليف. أنا أقرأ عليكم نصا ماذا أطلقوا على التكاليف. هل تعلمون أن السلفية يسمون الصلاة والزكاة والحج والصوم بالتكاليف الخسيسة؟ أعوذ بالله، سأقرأ عليكم الآن. ها هو الكتاب مدارج السالكين صفحة 318. ماذا يقول ابن القيم؟ يشرح كلام الهروي. قوله أقرأ معي باش ما يقولوش الشيخ هو اللي اخترعها. ويطوي خسة، موجود كلمة خسة. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم. ماذا يقول؟ ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها، فوالله إنها لأقبح من شوكة في العين وشجن في الحلق، وحاش التكاليف أن توصف بخسة أو تلحقها خسة، وإنما هي قرة عين وسرور قلب وحياة روح صدر. ثم يقول نعم لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف أعباءه نحو ذلك فلعله كان أولى، ولولا شوفوا الكيل بمكيالين. هذه الكلمة لو قالها ابن عربي ماذا يحكمون عليه؟ لو قالها الجنيد، لو قالها مالك، لو قالها الشافعي، والله يكفرونه ويخرجونه من الملل كلها وليس من الملة فقط. ماذا لو قالها أبي حامد الغزالي؟ ماذا لو قالها السري السقطي؟ ماذا لو قالها إبراهيم بن الأدهم؟ ماذا لو قالها كل علماءنا؟ ماذا لو قالها القاضي عياض؟ قال ويطوي خسة التكاليف. انظروا إلى الكيل بمكيالين. قالوا ولولا مقامه في الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسيء به الظن فقط. لولا مقامه في المعرفة لكنا نسيء به الظن. رجل يصرح أن التكاليف الإسلامية خسيسة فيجدون له مخارج ويؤولون كلامه ويحملونها على المحامل الحسنة، ثم يصرح ويقول لولا مقامه في الإيمان لا أسأنا به الظن. حتى سوء الظن لا يجوز بهؤلاء. لكننا نقول لهم لماذا لا تعممون حسن الظن على كل العلماء؟ كما أحسنتم الظن بمن يتهم التكاليف بأنها خسيسة، أحسنوا الظن بغيره، أحسنوا الظن بغيره، وكفى الله المسلمين القتال. أحملوا كلام الصوفية على المحامل الحسنة، أحملوها على المحامل كما حملتم كلام من يزعم أن التكاليف خسيسة. أحملوا كلام الصوفية على المحامل الحسنة. لماذا الصوفي
بمجرد ما يتلفظ بلفظة إلا ويجد سلفيا يكفره أو يبدعه أو يضلله، مع أن كلامه قد يجد يعني سندا في شريعة الله، قد يجد تأويلا صحيحا، قد يجد معنى جميلا. سألني شيخ الإسلام الشيخ بالكبير، وهذا أحد كبار علماء التصوف والفقه والعقيدة في الجزائر، توفي رحمه الله، أول ما التقيت به قال لي يا ولدي، وأراد أن يعلمني حسن الظن، قال لي يا ولدي ماذا تقول في رجل قال لزوجته أنت ربي؟ فأنا تعجبت ولم أجد جوابا. قال لي هذا رجل صالح، لأن الرجل قال لزوجته نحن عندنا أطفال، أنا أنفق وأنت ربي. كلام طيب، كلام جميل. فأنا لما سألني السؤال ماذا تقول في رجل قال لزوجته أنت ربي، أنا تعجبت. وقال لك إذا تحدثت مع العلماء فاحفظ لسانك، وإذا جلست مع الأولياء فاحفظ قلبك. فأنا لم أتحدث، ولكن قال لي هذا رجل صالح، فتعجبت كيف يكون صالحا من قال لامرأته أنت ربي؟ لكن قال لي هذا رجل صالح لأن عنده أطفال، فقال لزوجتي نتعاون على هؤلاء الأطفال، أنا أتعب وأعمل وأنفق وأنت ربي، يعني ربي الأطفال. وكانت كلمة طيبة. هذه الكلمة لو قالها رجل لوجد حشويا يكفره، ولكن الرجل على حق. لذلك هؤلاء الذين صرحوا أن التكاليف خسيسة وجدوا من يحمل كلامهم على المحامل الحسنة. أيها الإخوة، سأقرأ على مسامعكم كرامة من كرامات الحشوية، تتعجبون كيف يكون للحشوية كرامات. أنا أريد أن تذكروني بأبيات قالها الله أعلم الإمام الرفاعي لما زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا قال؟ أقرأ علينا الأبيات. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فقال المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فقبلها بحضرة الحجاج وهم ينظرون. هذه كرامة يجوز أن تصدقها ويجوز أن لا تصدقها، وأثبت للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. ولكن كرامة بعينها لابد أن تثبت بالسند الصحيح، فمن أنكر هذه الكرامة لا شيء عليه. ولكن لاحظوا جيدا، السلفية أجمعوا جميعا على أن هذه من المنكرات وأنها بدعة، وكيف لرسول الله أن يمد يده، وكيف لرسول الله أن تخرج يده من قبره، وكيف لرجل أن يقبل يد رسول الله. قالوا هذه بدعة وهذه خرافة. الآن سأقرأ عليكم ماذا قالوا عن مشايخهم، اسمعوا جيدا. ابن مندى أحد كبار مشايخ الحشوية، انظروا ماذا ذكروا في كراماته، اسمعوا جيدا وأفيضوا علينا من نوركم الله يجزيكم. وحكي لي، اسمعوا جيدا، الذين أنكروا أن يقبل الإمام الرفاعي يد رسول الله. وحكي لي عن أبي جعفر الهمذاني رئيس حجاج خراسان أنه قال: سألت بعض خدم تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أبناء 100 سنة و20 سنة، فقلت له: هل رأيتها هنا من معجزات رسول الله شيئا؟ فقال: نعم، رأيت يوما رجلا عليه ثياب بيض دخل الحرم وقت الظهر، فانشق حائط التربة ودخل الرجل فيها. انشق حائط تربة رسول الله ودخل الرجل بكل جسده فيها، وبيده محبرة وكاغد وقلم، فمكث ما شاء الله تعالى أن يمكث، يعني داخل قبر رسول الله. ثم انشق فخرج، فأخذت بذيله فقلت له: بحق معبودك إلا تقول لي من أنت؟ فقال: أنا أبو عبد الله بن مندى. أشكل علي حديث فجئت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابني. أيها الناس، رجل ورد عنه أنه مدح
جده رسول الله، فأعطاه يده كرامة فقبلها فأنكروا عليه. ثم زعموا أن ابن مندى يذهب إلى قبر رسول الله فينشق القبر الشريف ويدخل ابن مندى بكل جسده وينغلق القبر ويصحح الأحاديث، ثم يخرج من قبر رسول الله ثم يسأل فيقول جئت إلى رسول الله أصحح بعض الأحاديث. يعني خروج يد رسول الله فقط من المنكرات، ودخول ابن مندى بكل لحمه وشحمه ودمه وعظمه إلى القبر الشريف من الكرامات. هذا ما يقوله لأتباعهم: كراماتنا بدعة وبدعهم كرامات. الصوفية انتهى الوقت ولا ما؟ والله أهل المغرب كرماء، وأنا متأكد أنهم لا يبخلون علينا بدقيقة مغربية. اتهموا الصوفية بالدجل والدروشة، اتهموا الصوفية بالدجل والدروشة، وأرادوا تصوير التصوف في صورة أصحاب بندير، لا تسموا انتم البندير والعتاريس والطعام والجان الأحمر، حبوا يصوروا التصوف في هذه الصورة. اتهموا الصوفية بالدجل والدروشة والخرافة. ثم جاءوا بأعظم من ذلك. يفتي أحد كبار مراجعهم ولا أسميه أن الأرض لا تدور، ومن اعتقد أن الأرض تدور يقتل وماله لبيت مال المسلمين، والفتوى موثقة عندي، ومن أراد أن يوثقها فعليه بكتاب قاموس البدع الحشوية موثقة بالدليل القاطع. أفتى أحدهم، انظروا إلى كيف يستحمرون عقول الناس، استمعوا إلى الاستحمار. هل قرأتم أسباب الزلازل؟ هل قرأتم أسباب الزلازل؟ إذا بيننا أحد علماء الفلك يهيئ نفسه لكي لا يسقط على الأرض، طبعوا كتاب اسمه جذور البلاء، أسباب الفتن والزلازل، لمحمود بن إمام بن منصور أبو معاذ. هذا الكتاب يحدثنا عن أسباب الزلازل. اسمعوا إلى سبب من أسباب الزلازل. هذا كتاب ما قرأناش في الجامعات، علماء الفلك بخلوا علينا بهذه المعلومة. يقول من أسباب الزلازل جماعة الدعوة والتبليغ، وهي من الجماعات التي انتشرت انتشارا كبيرا في جميع البلاد، وكانت سببا كبيرا من أسباب البلاء بالفتن والزلازل. تصور طفل يكبر على هذا المعتقد أن جماعة الدعوة والتبليغ من أسباب الزلازل، ثم يقع زلزال في المدينة وتموت أمه أو يموت والده، ماذا سيفعل؟ سيقتله، لأنه يرى أنه هو سبب هذه الزلازل. فخذوا حلكم أيها الصوفية، إذا كانت الدعوة والتبليغ من أسباب الزلازل فأنتم من أسباب ماذا؟ يعني أسباب ربما كل الكوارث، ربما من أسباب البراكين. وتصوروا كيف يستحمرون عقول الناس. أنا هذا أسميه استحمار العقول، استحمار عقول الناس. جماعة الدعوة والتبليغ من أسباب الزلازل. زارني أستاذ من الجامعة الفرنسية، فلما اطلع على ما تعجب، قال لي كيف لمسلم أن يؤمن بهذا؟ والحقيقة أنهم يؤمنون بهذا. جماعة نعم. ثم أنا أذكر لكم اسم، واذهبوا إلى الإنترنت وابحثوا بأنفسكم. ابن حميد، رجل من مشايخ السلفية اسمه ابن حميد، عنده حوالي 120 كتاب. الكتب نتاعه منشورة في العالم كله، حتى في المغرب، حتى عندنا في الجزائر. هذا ابن حميد، ادخلوا إلى الانترنت. أولا كان يفتي بتحريم ماذا؟ بتحريم الكهرباء. الكهرباء حرام. لماذا؟ لأنها لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سأذكر لكم عجيبة من العجائب. سجنته السلطات السعودية، سجنوه، فلما خرج من السجن ماذا صرح للصحافة؟ قال لقد عذبوني. فأنكرت السلطات السعودية أنهم عذبوه. ماذا أجاب؟ قال والله عذبوني، لقد وضعوني في زنزانة فيها كهرباء. وجود الكهرباء عذاب، هو وجود الكهرباء عذاب. ولذلك لما سجنوه مرة أخرى وضعوه في خيمة ليس فيها كهرباء، فأكرموه وأحسنوا إليه. كان يرى أن الكهرباء حرام،
كان يرى أكثر من هذا، يرى تحريم ركوب السيارات العصرية. السيارات العصرية كلها بدعة، الكهرباء حرام. ثم في بلد كالسعودية كان يفتي بتحريم الغاز. الغاز حرام، الواجب يعني الطهي على الحطب. هكذا يعني ناس بهذا العقل بهذا الفكر، الكهرباء حرام، الغاز حرام، وركوب المراكب العصرية حرام. ثم عنده كتاب يفتي بتحريم الدراسة في المدارس الثانويات الجامعات. ناس ينشرون فكرة مثل هذا الفكر. كيف تباع كتبهم في المكتبات؟ كيف لا تحجز؟ أنا أفتي وأتحمل مسؤولية هذه الفتوى، وإذا سألني ربي سأجيب بما يلي. أنا أفتي بتحريم هذه الكتب وبمنعها، وأقول إنها أخطر من المخدرات. والله إنها أخطر من المخدرات. إذا كانت الحكومات العربية والإسلامية والعالم يعلن الحرب على المخدرات، فهذه الكتب هي أخطر من المخدرات. فأعلنوا الحرب على هذا الفكر، لأن هذا الفكر التكفيري هو الذي أدى إلى اغتيال المسلمين في كل مكان. ولكن السلفية ينكرون أنهم تكفيريون. ولذلك سأقرأ عليكم مقطع سريع جدا، وأنا أشكركم على هذا الكرم المغربي، لا أقول الكرم الحاتمي. اقرأوا معي هذا الكتاب مكتوب الدعوة السلفية. هذا كتاب سلفي يباع، وإذا أردت أن تتحصل عليه سيرسلونه لك إلى بيتك. هاو الانترنت. الكتاب اسمه منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع لابن سحمان. من هو ابن سحمان؟ هذا إرهابي، هذا ذبح 2000 مسلم. هذا ابن سحمان. أنت أيها المسلم تشتري كتاب في المكتبة، منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع. جيد، لنقرأ ماذا فيه. اسمعوا جيدا. سئل ابن سحمان: ما حكم سكان الجزيرة العربية؟ ما حكمهم؟ مسلمون أم كفار؟ اسمعوا الجواب. الجواب: أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام. أغلب سكان الجزيرة العربية ليسوا على الإسلام. السؤال الثاني، اقرأ ماذا يقول. سئل عن كل مسلم في العالم الإسلامي 55 دولة الذين لم يبايعوا الحاكم السعودي، ماذا يجيب؟ اقرأوا الجواب. وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه، لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام. هذا يكفر 55 دولة. رشيد رضا طبع الكتاب وحذف هذه العبارة لأنه استنكرها واستعظم أن توجد في الكتاب. ماذا فعل السلفية والحشوية؟ أعادوا طباعة الكتاب وحذروا من الطبعة التي طبعها رشيد رضا، وقالوا إنها طبعة مزيفة لا يعتمد عليها لأنه حذف هذه العبارة. تصور رشيد رضا حذف هذه العبارة لأنه استعظمها، فأعادوا طباعة الكتاب وأنكروا على رشيد رضا وقالوا كيف يحذف هذه العبارة. 55 دولة كلهم كفار، وقالوا نحن لا نكفر المسلمين. أبو حنيفة، اسمعوا ماذا يقول عن أبي حنيفة. هذا الإمام الوادعي كان يعمل حارس عمارة في السعودية، ثم بقدرة قادر أصبح من كبار المحدثين. اقرأ معي. وسئل شيخنا عن أبي حنيفة، سألته امرأة بالهاتف: هل هو من أهل السنة؟ فقال: قلت لا ولا كرامة. أبو حنيفة ليس من أهل السنة. كان الفقي يسمي الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت يسميه أبو جيفة، وكانوا يسمون الإمام مالك الإمام الهالك. هكذا ينظرون إلى علمائنا. ثم يأتي ويكفر الصوفية. زيد على ذلك، اتهموا الصوفية بالخمول، زعموا أن الصوفية دعاة خمول وولاء للاستعمار، وكذبتهم الأحداث. الأمير عبد القادر الجزائري يعني
يعني الذي أعلن 17 سنة معركة شرسة ضد الاستعمار الفرنسي كان صوفيا. الإمام الحداد شيخ الطريقة الرحمانية كان صوفيا، ووقف وعمره 83 سنة فوق المنبر وقال: سألقي بفرنسا إلى البحر كما ألقي بعصاي. في صلاة الفجر وجد 120 ألف صوفي أعلنوا الحرب على فرنسا واستقلت الجزائر. ولما وقف الإمام الحداد أمام الحاكم الفرنسي بعد أن قبضوا عليه، حكم عليه الحاكم الفرنسي ب5 سنوات سجن. ماذا قال الإمام الحداد؟ قال: أرادوها 5 وأرادها الله 5، يعني 5 أيام، فمات بعد 5 أيام. ولما نام على فراش الموت ماذا قال لأتباعه؟ قال لهم: اسمعوا كلام الرجال. لماذا يبغضون الصوفية؟ لأنهم يربون الناس على أن يكونوا رجال. قال لهم: إذا سمعتم الرصاص في قبري فاعلموا أني أحارب فرنسا. حتى في القبر، إذا سمعتم الرصاص في قبري فاعلموا أني أحارب فرنسا. الإمام الخطابي وجل رجال الجهاد في المغرب كلهم من الصوفية. النساء الصوفيات كلالا فاطمة سومر التي هزمت 10 جنرالات كانت صوفية رحمانية. ولاد سيدي الشيخ صوفية. الإمام السنوسي الذي أعلن الحرب على الاستعمار وموسوليني وجماعته كان صوفيا. عمر المختار صوفيا. النقشبندية صوفية. الإمام شامل منذ 400 سنة وهو يعلن الحرب على الشيوعية كان صوفيا. وحيثما ذهبت في مشارق الأرض ومغاربها إلا ووجدت الذين أعلنوا الحرب على الاستعمار من الصوفية. لكن اليوم هناك فتاوى تدعو إلى وجوب طاعة الحاكم الكافر. عندنا فتاوى موثقة موجودة في كتابي. الحاكم المسلم أفتوا بوجوب الخروج عليه ولا تجب طاعته ولا تجوز طاعته. أما الحاكم الكافر فأفتوا بوجوب طاعته. لماذا؟ لما احتلت أمريكا العراق ووضعت حاكما نصرانيا يحكم العراق وهو بريمر، أفتى مشايخ الحشوية بأن الحاكم الكافر تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. الحاكم الكافر تجب طاعته، أما الحاكم المسلم فأفتوا بوجوب الخروج عليه. أخرج على الحاكم المسلم وطيع الحاكم الكافر. لما احتلت روسيا أفغانستان ماذا أفتوا؟ قالوا الجهاد فرض عين. لما احتلت أمريكا أفغانستان قالوا الجهاد لا يجوز. نفس الاحتلال. إذا احتلتك روسيا فالجهاد واجب، إذا احتلتك أمريكا الجهاد حرام. فهمتوا لماذا يحاربون التصوف؟ ثم اتهموا، اسمعوا هذه جيدا ولعلي أختم بها إن شاء الله، اتهموا الصوفية بشرك القبور. زعموا إذا زار مسلم قبر ولي صالح فهذه سنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور البقيع. وماذا يوجد في البقيع؟ أولياء الله. من هم أهل البقيع؟ أولياء الله. إن لم يكن هؤلاء أولياء الله فمن هم أولياء الله؟ كان رسول الله يزور البقيع مرتين في الأسبوع كان يزور البقيع بأمر من ربه. فإذا اقتدى المسلم بنبيه وزار قبور الصالحين يكون قد أحيا سنة، وهي سنة زيارة قبور الصالحين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حكم السلفية على الصوفية بالشرك، وقالوا إن زيارة الأضرحة شرك، والتمسح بها شرك، وتقبيلها شرك، والجلوس عندها شرك، وشرك. اسمعوا لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية. اسمعوا جيدا. اسمعوا لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية، لما تعلق الأمر بقبر رسول الله قالوا إن شد الرحال لزيارة قبر النبي بدعة، والتمسح به بدعة، والتوسل به بدعة، والجلوس عنده بدعة. ولكن لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية اقرأوا معي
ماذا طبعوا وماذا وزعوا. الكتاب اسمه الرد الوافر، حافظوا علينا من نوركم. الكتاب اسمه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. الطابع زهير الشاويش تلميذ الألباني وناصره، المطبعة المكتب الإسلامي. ماذا يقولون عن قبر ابن تيمية؟ اسمعوا، إذا زرت أنت قبر ولي حكموا عليك بالشرك. اسمعوا لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية. أخبرني، هكذا تبدأ القصة، صفحة 135. قال، لا ها هنا، علي بن عبد الكريم ابن الشيخ سراج الدين البغدادي الأصل البطائحي المزي أخبرني بشيء غريب. قال: كنت شابا وكانت لي بنت حصل لها رمد، وكان لنا اعتقاد في ابن تيمية، وكان صاحب والدي ويأتي إلينا ويزور والدي. فقلت في نفسي: لا آخذن من تراب قبر ابن تيمية فلا أكحلها به، فإنه طال رمدها ولم يفيد فيها الكحل. فجئت إلى القبر، قبر ابن تيمية، فوجدت بغداديا قد جمع من التراب صررا، فقلت: ما تصنع هذا؟ قال: أخذته لوجع الرمد أكحل به أولادا لي. فقلت: وهل ينفع ذلك؟ فقال: نعم، وذكر أنه جربه، فازددت يقينا فيما كنت قصدته، فأخذت منه أي من تراب ابن تيمية فكحلتها وهي نائمة فبرئت. لما تعلق الأمر بالبقيع حكموا علينا بالشرك، مع أن النبي ثبت في الحديث الصحيح أن تراب المدينة شفاء. كان رسول الله يعالج أصحابه بتراب المدينة، يأخذ من تراب المدينة يمسح يبرأ، لأن الشافي عند الأشاعرة التراب أم الله؟ الشافي هو الله. إذن عالج من الأسباب بما شئت، واتخذ من الأسباب ما شئت، ما دام أنك تعتقد أن الشافي هو الله، فإن الله هو الذي يشفي، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. لما تعلق الأمر بقبر رسول الله وبالبقيع حكموا علينا بالشرك. ولما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية قالوا إن تراب قبر ابن تيمية يعالج العيون من الرمد. فليسمع الأطباء، أطباء العيون، إذا كانت عندكم مشاكل في جراحة العيون ما عليكم إلا أن تأخذوا من تراب قبر ابن تيمية. أيها الإخوة الأعزاء، الكلام يطول. اتهموا، وأختم بهذا إن شاء الله، اتهموا الصوفية بالأصول الهندوسية. زعموا أن التصوف قد أخذ أصوله من الهندوس، ورضوا لأنفسهم بأخذ العقيدة عن اليهود. العقيدة السلفية أنا أثبت في كتابي بالدليل القاطع أنها عقيدة يهودية تسربت إلى المعتقد الإسلامي من خلال الأحبار الذين أسلموا، كوهب بن منبه وعبد الله بن سلام ونوف البكالي، الذين أسلموا وكانوا يرون ما تعلموه في التوراة، لا على أنه من كلام رسول الله، ولكن رووه على أنه مما قرأوه في التوراة. فلما جاء رواة الحشوية نقلوه على أنه من كلام رسول الله وتسرب إلى المعتقد الحشوي. وأنا الآن سأقرأ عليكم عقيدتين يهوديتين ينتشرون في كتب، هاي زعموا أن هذا من كتب أهل السنة. الكتاب اسمه إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء. أبي يعلى الفراء يقول عنه الإمام التميمي الحنبلي: لقد بال على الحنابلة بولة لا تغسلها مياه البحار. ماذا يقول صفحة 73؟ اسمعوا العقيدة السلفية. يقول: روى قتادة عن النعمان عن فلان عن فلان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى. الله يستلقي ويضع رجل على رجل، ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا. هذا العقيدة قالها اليهود في زمن رسول الله، فلما قالها اليهود
نزل قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب. عقيدة يهودية تسربت إلى المعتقد الحشوي، وهم ينشرونها اليوم على أنها من عقائد السلفية. أقرأ عليكم عقيدة أخرى، صفحة 119: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهذه كلها أكاذيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراش، الفراشات على وجهه فراش، وفي رجليه نعلان. ربي يلبس الصباط، في المغرب تقولوا الصباط ولا تقولوا الحذاء؟ الصباط، احنا كان نقولوا الصباط. يعني اسمع الحديث: رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراش وفي رجليه نعلان. الله يلبس الصباط، أعوذ بالله. زيد اسمع جيدا: الله يلبس الملابس. اسمع الحديث: ورواه أبو بكر الخلال عن الحسن بن، هذه كلها أسانيد مكذوبة. قال الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى ربه جل ثناءه جعدا يعني عنده شعر نتاعو ماشي رطب، شعر جعد مكركب به. رأى ربه جل جعدا قططا أمرد، يعني الله أمرد ليس له لحية، في حلة حمراء. ثم ينسى أن الله الحلة حمراء بعد صفحة واحدة. اقرأ معي، فيقول: في حلة خضراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج. الله يضع تاج يلمع منه البصر. هذه عقيدة. ثم يقول: إن الله خلق الملائكة من نور صدره. هكذا يصف الله، أن له صدر، وأنه له فخذ، وأن له إبهام، وأنه يجلس على العرش، وأنه يستلقي، وأنه يضع رجلا على رجل، وأنه يلبس الصباط. هذا هو إله الحشوية. أما المسلم فيعتقد كما علمه القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونعتقد كما علمنا القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخيرا زعموا أن الصوفية يقدسون مشايخهم ويقدسون كتبهم. أقرأ عليكم كتاب شرح السنة للبربهاري. هذا البربهاري هذا إرهابي، والله إرهابي، ولكن بطول الزمن طبعوا الآن كتبه على أنه من كبار علماء أهل السنة. مثلا نتصور إرهابي مغربي أو إرهابي جزائري بعد 600 سنة تأتي جماعة وتطبع كتب فضيلة العلاء، هذا إرهابي. أنا حققت أنه إرهابي. لأقرأ عليكم ماذا يقول عن كتابه شرح السنة للبربهاري. اقرأوا معي وحكموا عقولكم. يقول عن كتابها، اسمعوا جيدا: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة. زيد: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك حرفا كمن أو نحاو الكاف. هذا كتاب محرف، لأن النسخة الأصلية موجودة عندي في مكتبتي، يقول: كمن جحد أو شك حرفا من القرآن، فهو يجعل من شك في حرف من كتابه كمن شك في القرآن الكريم. يا جماعة، هل هناك غلو أكثر من هذا؟
هل هناك هذا فات الكتاب الأخضر هذا تجاوز الكتاب الأخضر. هذا يقول فمن شك فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به، آمن يعني آمن هذا، واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة. كتاب نقض السنة للدارمي، نقض السنة للدارمي. اسمعوا ماذا يقول عن رب العالمين. يقول أن الله تبارك وتعالى، اسمع جيدا، أن الله يستقر على بعوضة بعد أن قالوا أنه يجلس على العرش. ذهب زمان العرش، الآن زمان البعوض. اسمع وقرأ. يقول ولو قد شاء لاستقر، فقالهم باش ما يقولوا الشيخ قالها لهم، على ظهر بعوضة فاستقلت به. الله تبارك وتعالى يجلس على بعوضة. أما في هذا الكتاب الله يجلس على حوت. اقرأ العقيدة اليهودية، هاي اللي قرأها لكم. حدثنا سمحج. أيها الإخوة، من هو سمحج؟ لا، شوف الحكمة. زعموا أن سمحج هو صحابي من الجن، لأن لما يقول لك حدثنا سمحج صحابي من الجن، أنت لا تستطيع أن تحقق كيف تلتقي بسمحج هذا، كيف لنا أن نعرف؟ حدثنا سمحج قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال على حوت من نور يتلجلج. الله يجلس على حوت، الله يجلس على بعوضة. هذه هي الكتب التي تنتشر بين الشباب. ولو شئت أن آتيكم ب1000 مرجع من كتب السلفية كلها قائمة على البدعة، تقدس ما لا يجوز تقديسه، وتضلل وتكفر وتبدع ما يجب تقديسه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا نقدم الشكر الجزيل. اسمح لي دقيقة، الله يرضى عليك. تفضل سيدي. الله يرضى عليك، إذا سمحتوا لي دقيقة. لأني أنا كنت أحلم أن أزور المغرب وقد وقع حلمي. اسمحوا لي نزيلكم دقيقة. وش عليه؟ دقيقة مغربية مش دقيقة جزائرية. أنا سألت أحد الإخوة المغاربة، قلت له في المغرب لما يقول لك أحد المغاربة انتظرني دقيقة كم قال لي ساعة. قلت احنا عندنا ساعتين. فيا جماعة اسمحوا لي نوجع لكم القلوب نتاعكم، اسمحوا لي نوجع لكم قلوبكم. اتهموا الصوفية بالغلو في آل رسول الله، اتهموا الصوفية بالغلو في آل رسول الله، ونعم الغلو هو. فماذا فعلوا؟ أمامي كتاب ماذا يزعم؟ جواز الزنا على نساء رسول الله. والله هو الكتاب اسمه نوال المنى في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء من الزنا للشيخ نسيب الرفاعي. ذكر مناظرة بينه وبين شيخه، ولن أسميه في هذه المحاضرة، ومن أراد أن يقرأ الكتاب ها هي المناظرة. يذكر له وبالدليل حسب زعمه جواز الزنا على نساء رسول الله. أهذا مبحث يجوز البحث فيه؟ أهذا كلام يقال؟ ماذا يفيد المسلم الآن أن يبحث هل تجوز السرقة على عمر بن الخطاب؟ هل يجوز لخالد بن الوليد أن يكون خائنا؟ ماذا فعل؟ ناس أفضوا إلى ربهم ورضي الله عنهم ونزل القرآن يترضى عنهم، فيأتي السلفية يفتحون بحث هل يجوز الزنا على نساء رسول الله، ثم تكون الجواب ويكون النتيجة ها هو يقول له ماذا تقول في أبي بكر الصديق أيزني؟ قال نعم. قال وابنته مثله. ها هو الكتاب. أما لا يا جماعة، لما نحن نعلن الحرب على هذه الحشوية ونحذر المسلمين منها ونحذر الشعوب، إياكم حافظوا على أبنائكم، حافظوا على وحدتكم العقائدية، على وحدتكم المذهبية، على وحدتكم الأخلاقية، حافظوا على انسجام الحاكم مع المحكوم، حافظوا على كل هذه الحقائق. حينما نقول هذا لأننا نعلم
خطورة هذا الفكر على الشعوب الإسلامية. وأكرر ثنائي وأكرر شكري على بشاشتكم وكرمكم وحسن استقبالكم. أنا لا أعد نفسي في بلد الثاني، بل هذا بلدي الأول. حيثما سمعت لا إله إلا الله فاعلم أنك في بلدك الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رجائي يا